بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا رأت المرأة الطهر بعد 10 أيام من النفاس، أو بعد 15 يوما أو 20 يوما في النفاس، فإنها تطهر وتصلي وتغتسل وتصلي وتحل لزوجها ولو مضى عليها إلا 10 أيام، بشرط تكون طاهرة طهارة تامة، ما أبيض أو احتشت بقطن ونحوه وخرج نظيفا، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنه ما مضى عليه إلا 10 أيام أو 15 يوما أو 20 يوما فلا بأس. وهكذا الحائض إذا كانت عادتها 7 أو 8 أيام ثم رأت الطهر بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام، تغتسل وتصلي والحمد لله، لأن الدم يزيد وينقص ويطول ويكثر في الحيض والنفاس، والنساء أعرف بهذا. أما إذا رأت الصفرة بعد ذلك، تمام، رأت الصفرة بعد ذلك يعني طهرت طهارة كاملة، ثم رأت صفرة أو كدرة، فإن الصواب أنه لا يعتد بذلك. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وقال بعضهم: إلا في وقت العادة وقت النفاس، لكن ليس بجيد. فالصواب العموم، وأن الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا تعتبر شيئا، فلها أن تصلي وتصوم وتعتبر الصفرة والكدرة كالبول، تتنظف منها وتستنجي منها. هذه بارك الله فيكم يعني مسألة، يعني المرأة إذا كانت بارك الله فيكم في مسألة أخرى، يعني موضوع الإفرازات إن كانت صفرة أو كدرة متصلة بالدم فإنها تعد من النفاس ما دامت في مدة 40 يوما التي هي أكثر مدة النفاس على الراجح في قول أهل العلم. تمام. وقال في الروض المربع: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة، تمام، فنفاس. وقيل بلا، يعني قيل غير ذلك يعني. أما إذا نزلت تلك الصفرة في مدة 40 بعد التحقق من انقطاع الدم، إما برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف، فقد اختلف في حكمها هل لا حكم النفاس أم لا. وماذا بارك الله فيكم إذا كانت في مدة فيما قبل 40، تمام، فهي تعتبر من النفاس، لكن أقصى حد هو 40. فإذا بارك الله فيك يعني جاءت هذه بعد 40 فإنها لا تعتبر شيئا، بعد 40 هذه بارك الله فيكم لا تعتبر شيئا، وتكون المرأة حكم الطاهرات.